السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك والاشتراك في القناة وادعوا لي كتير علشان ان شاء الله انزل لكم الشغل اللي على التليفون، وسامحونا على التأخير. من بداية الشقة كده النيش بتاع عروستنا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها كده طقم السيلفر ده بسم الله ما شاء الله، ومن تحت بقى عملت لها الطقم الصيني. عملت لها الغرفة اللي فوق إزاز، ومن تحت وزعت لها طقم الشاي من الصيني كده وباقي الصيني تحت، ووزعته لها في الجنب التاني. القطعة اللي في النص هو مكون من قطعتين نيش والقطعة البوفيه اللي في النص. عملت لها طقم العشاء ده بسم الله ما شاء الله، كان لونه مميز وجميل كده اللهم بارك. وزعته لها على رفين ومع بعض الكوبايات اللهم بارك يا رب. عملت لها بقى الطرفة التانية طقم اكروبايركس ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومن تحت عملت لها شنطة المعالق. طلعت لها كده كام قطعة من الشنطة كده للعرض بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الطرفة التانية بقى بسم الله ما شاء الله عملت لها من فوق طقم الكاسات الاسود ده ومعاه بعض الكاسات والكوبايات، وهنا طقم الشربات كده بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومن هنا طقم الشاي والجاتوه ما شاء الله لا قوة الا بالله. وباقي الصيني بقى وزعته لها في الرفين دول اللهم بارك. يا رب يسعدها ويهنيها يا رب. ندخل بقى على المطبخ اللهم بارك اللهم بارك. الشقة دي مختلفة لأن أنا مش أنا اللي رصة فيها كل حاجة، بس أنا رحت رصيت النيش وعدلت بعض الحاجات في المطبخ. هنا على الرخامة حطيت المجات وطقم السكاكين ده وصفيت الأطباق. الرخامة التانية كده وزعت لها الحاجات الكوفي كورنر والعجان وكده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طقم التوزيع وطقم التوابل الصواني. هنا طقم حافظ الطعام وحالة الضغط فوق التلاجة كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يسعدها يا رب وعقبال اختها اللهم امين. هنا حطوا لها الالومنيوم الصواني، ومن تحت الترمس بقى وكنك قهوه ومبشره ومش عارفه دي مكنه فشار تقريبا. انا عدلتها بقى شوف بعد التعديل، يعني انا بس المكنه اللي هي التقطيع دي ما كانتش باينه ورا الترمس، يعني الطويل ورا والقصير قدام يعني. هنا الضرفة دي عملها للأجهزة وحضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طقم الصواني البورسلين. ومن هنا بقى أنا اللي عملت الرف الإزاز. أنا عدلت كل الإزاز والكاسات وكده اللي في المطبخ، إنما باقي الحاجات مرات خال العروسة وخالاتها وإن شاء الله ربنا يخليهم ويسعدهم يا رب. هنا عملت لها طقم الجيلي بقى والكوبايات والمجات اللهم بارك، لاننا كنا تحت الكوفي كورنر. هنا البلاستيك بقى من فوق كده زي ما حضراتكم شايفين. ربنا يسعدها ويهنيها ويتم عليها يا رب. احنا بنتفرج على باقي المطبخ كده يا جماعه. انا كنت عايزه بس اتكلم معاكم في موضوع يا جماعه، يعني انا بس مش عايزه حد يفهمني غلط في الكلام اللي هقوله، بس يعني حضراتكم بتجيبوا ربنا يسعدكم ويهنيكم، بتجيبوا كل حاجه لاولادكم وبتبقوا جايبين ومبسوطين وربنا يسعدهم ويهنيهم ويا رب ويداوبوا حاجتهم في الهنا والسعاده، وبتيجوا على اجر الست اللي هي واقفه على رجليها وبتعمل لكم حاجتكم بتظهرها في احسن شكل وفي احسن، بتحطها في مكانها الصح. وحضراتكم شايفين هم فرشوا هم ما شاء الله عليهم شطار وكل حاجه، بس انا رحت برضو ليا نظره في حاجه، ليا تعديل في حاجه. انا مش بقول ان انا احسن من حد او كده، بس اتقوا الله فيه، بس اتقوا الله في اللي واقفه على رجلها واللي طالعه من بيتها. يعني هي خرجت من بيتها علشان هي بتسعى على اكل عيشها مثلا، وسايبه بيتها واولادها، وممكن اقعد باليومين ما اشوفش ولادي. فاتقوا الله اتقوا الله، ادوا الاجير حقه قبل ما يجف عرقه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا. فيعني بس انا عايزه اقول لكم، يعني في ناس عندها جحود وعندها
طمع وعندها كل حاجه بجد. انا عن نفسي انا ما ببقاش طمعانه في حاجه اكتر من حقي، وما بزودش على حد في الاسعار، وما بقولش حاجه زياده عن حقي والله العظيم، وبرقف بحالي الناس كتير كتير. بس الناس وحشه بجد بجد. انا قابلت وفي الموسم ده بالذات ناس من أسوأ ما شفت في الدنيا. يعني ناس هي مش محتاجه، يعني الناس هي لو محتاجه انا برقف بحالتها والله، بس هي مش محتاجه، هي اقل القليل خالص. طول ما احنا بنفرش الحاجه كتير اللهم بارك وزياده، تقول لو عايزه حاجه اروح اجيب لك. يعني انت معاكي وهين عليكي ان انت تجيبي حاجات بزياده تتعان تحت السراير، وتتعان في الدواليب، وتتعان فوق الدواليب، ومستخسره اجري، مستكتره عليا تعبي. لما اروح من عندك نص الليل وانا رايحه يعني انا قايمه من بعد الفجر وراحه عشان اسعى على اكل عيش، تستكتر عليا تعبي. فاتقوا الله. بس مش هقول اكتر من كده. طبعا الدولاب هنا خالة العريس ربنا يديلها الصحه وطولة العمر اللي كانت عاملاه، وانا طبعا مش هعدل عليها لان هي شغلها اللهم بارك وتعبها وربنا يديها الصحه وطولة العمر. حاولت بس اوريكم شغلها الجميل اللهم بارك، وتدعوا لها دعوه حلوه في الكومنتات. ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر، وربنا يسعد عرايسنا يا رب ويتم عليهم. انا بس فنشت الاوضه والسرير وكده زي ما حضراتكم شايفين. يا رب يكون كلامي مش تقيل على قلوبكم حضراتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه وشقق كتير جايه وشغل عالي جدا جدا. بس دعموني بقى باللايك والاشتراك في القناه، وتشيروا الفيديوهات كتير، وتعملوا اشتراك وشير وكل حاجه بتتعمل علشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم وتشوفوا الشغل الجديد كله. وان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.